ازاي تكوني زوجة صالحة بجد لجوزك؟ اول حاجة انك تتقي ربنا فيه. يعني ايه تتقي ربنا فيه؟ يعني تعامليه بما يرضي الله، تخافي عليه وتخافي على زعله. اللي بتحب جوزها بتحب كلب البيت بتاعه، بتحب اصغر عيل في البيت عنده. اللي بتحترم جوزها بتحترم اصغر واحد في البيت عنده. يا جماعة ويا ستات ويا بنات، ما نشتكيش ان جوازنا قاسيين علينا، لان احنا في الاصل احنا السبب. احنا لو بنهتم بجوازنا صح، احنا لو بنتكلم معاهم صح، احنا لو بنعمل حدود في تعاملاتنا مع اي راجل غريب، هيبقى احنا كده ماشيين صح. لما تكوني بتتقي ربنا في جوزك وتحترميه وتحتويه وتحبيه وتهتمي بيه، يبقى ايه اللي ناقص؟ ايه اللي هيخليه يتقلب؟ ايه اللي هتخليه يتعوج عليكي؟ إيه اللي يخليه يبص لواحدة تاني غيرك؟ وبطلوا شغل بقى الايه، الحريم وشغل الكيد والكلام ده، ان انا بكلم فلان اهو بضحك معاه وبكلم علان اهو بضحك معاه. كل ده في الفاضي، اقسم لكم بالله في الفاضي. الواحده اللي بتحب جوزها مش هتضطر ان هي توصله لحاجه زي كده ابدا. اوعي تكوني مفكره لما انت تكلمي فلان وعلان وتقفي تضحكي مع ده ومع ده ومع ده ان انا بغيظك وبكيدك. ده بالعكس، انت بتخلي جوزك يستحقرك اكتر، بتخلي جوزك يعني يشك فيكي، ولو شك فيكي ثقته فيكي هتنعدم. يعني ممكن لو حطيتي نفسك في اي موضوع شبهات بعد كده هيصدق فيكي كل اللي بيحصل، لانه هيكون شايف بعينيه انك انت انسانه مش ملتزمه ومش محترمه. يبقى ليه نعمل في نفسنا كده؟ يا ست الكل، الواحد اللي ما بيحبش مراته بيغير عليها لوحده من عند الله كده. انسان ان هو يغير عليك باي طريقه من الطرق. الانسان لما يشوفك محترمه وملتزمه وبيثق فيك صدقيني يخاف عليك من الهوى اللي بيعدي. فكل ست حافظه على بيتك وحافظه على جوزك، واهتمي بشقتك واهتمي بنفسك واهتمي بالدنيا اللي حواليكي. اهتمي بامه وبابوه واخواته، صدقيني هتلاقي الدنيا مختلفة معاه تماما. حتى لو بعد شوية أو اتغير شوية يكون من ضغوط الشغل أو من ضغوط الدنيا حواليه. احنا لازم نكون ستات صالحة في المقام الأول، وبعد كده ندور هما ليه بيتغيروا أو جوزي ليه بيتغير. أستودعكم الله، وما تنسونيش من اللايك والاشتراك.